بقول لك ايه، جربت قبل كده تتفرج على فيلم البطل بتاعه مجنون رسمي؟ يعني راجل شمال بيعمل صابون من دهون البشر اللي شفطوها في عمليات التجميل، وبيعمل تنظيم سري بيفجر المباني ويولع في الشركات. ومع كل الجنان ده تخرج من الفيلم وانت بتبص لنفسك في المراية وبتسأل سؤال واحد بس: انا ليه مش زي البرنس ده؟ سنة 1999 نزل فيلم فايت كلاب. الفيلم لما نزل في السينما وقتها بلع موجة هجوم ونقد وشتايم على أعلى مستوى، محققش الأرقام المتوقعة. بس اللي حصل بعد كده كان حاجة تجنن. تايلر داردن اتحول من مجرد شخصية مكتوبة على ورق لأيقونة جيل كامل. الشباب بقوا يعلقوا البوستر بتاعه في أوضهم، يعملوا قصات شعره، يلبسوا الجاكيت الجلد الأحمر، ويقعدوا يكرروا كلامه في القعدات والقهاوي كأنه دستور ماشيين بيه في الحياة. طب ليه؟ ليه كلنا حتى لو مخبيين وبنحاول على قد ما نقدر نبان عاقلين بنقع في غرام واحد مجنون وبتاع خراب زي تايلر داردن؟ ايه السحر اللي الراجل ده بيعمله عشان يلمس الحتة الموجودة جوه كل واحد فينا؟ هل عشان هو الوحيد اللي اتجرأ وقال الكلام اللي احنا خايفين نقوله، ولا عشان بيعبر عن الزهق اللي عايشينه كل يوم في نفس الساقية اللي ما بتقفش؟ والأهم والأخطر من كل ده، هل صناع الفيلم كانوا بجد عايزينك تحبه وتعمل زيه، ولا احنا كلنا بلعنا أكبر وأذكى فخ سينمائي اتعمل في تاريخ هوليوود كله؟ روق لي بالك كده، هات لي كوباية الشاي التقيلة وتعالى نفكك العقدة دي مع بعض حتة حتة. عشان تفهم ليه تايلر داردن ظهر أصلا لازم ينزل بينا كادر تحت الأرض ونشوف المستنقع المهبب اللي كان جرقان فيه الراوي اللي هو إدوارد نورتون. الفيلم بيبدأ وهو بيشرح أرعب مرض يمكن كلنا بنعيشه، بس بدرجات مختلفة: الأرق. الأرق اللي بيطير النوم من العين، وخنقة الساقية اليومية. الراوي في الفيلم ملوش اسم صريح، وده مش سهو ولا غلطة سيناريو من المخرج، ده اختيار معلم. هو ملوش اسم لأنه بيمثل لا أحد، بيمثلني وبيمثلك وبيمثل أي بني آدم مطحون في الساقية والمفرمة دي، عايش حياة من بره شكلها فل وعالي العال ومتنعنشة. شقة في الدول 20 يترد فيها الروح، شغال في شركة عربيات بياخد مرتب محترم، بيجمع أطقم أطباق وعفش مودرن من أيكيا. بس من جوه الراوي ده جثة ماشية بتتحرك، بقاله شهور ما بيدوقش طعم النوم، عايش في زون رمادية مرعبة بين الصاحي والنايم، مش حاسس بملذات الحياة ولا طعم الأكل. ولما بيروح بيته أكتر هدف بالنسبة له إنه يفتح الكتالوج ويقعد يختار: يا ترى الطاولة دي هي اللي هتخلي شخصيتي جامدة أوي قدام الناس ولا الطاولة التانية؟ الفيلم هنا بيحط المشرط في الوجع الحقيقي للرأسمالية اللي خنقتنا كلنا. احنا بقينا نشتغل شغلانات بنكرهها من قلبنا عشان نعمل فلوس مش محتاجينها أصلا، عشان نشتري حاجات ملهاش 60 لازمة، كل ده عشان نبهر ناس احنا أساسا مش بنطيقهم ومخنوقين منهم. وصل بيه الفراغ النفسي إنه بقى يستنى سفريات الشغل، وبقى بيدعي في سره إن الطيارة تقع بيه وتتفرتك. تخيل، بيتمنى الموت عشان بس يخلص من القرف والروتين اللي حبسه. ولما ملقاش دوا للأرق ده عمل أجن حركة ممكن تخطر على بالك: بقى يروح جلسات الدعم النفسي لمرضى السرطان وأمراض العضلات الخبيثة، بيدعي إنه مريض زيهم. والرحلة بتخلص بس عشان يلمس وجعهم الحقيقي وياخد حضن دافي من بني آدم بيموت بجد، فيبكي من قلبه وينام بالليل زي الأطفال. بقى يسرق مشاعر ناس بتموت بجد عشان بس يحس إنه لسه بني آدم فيه روح. الفيلم هنا بيلطشك قلم على وشك يفوقك: هل انت فعلا عايش حياتك وبتمارس شغفك، ولا انت مجرد نسخة تانية من الراوي مسجون في كتالوج مجتمع ومصدق القصة المزيفة للنجاح اللي أكلوا بيها دماغنا من صغرنا؟ لما الدنيا بتقفل في وشك وكل حاجة جمعتها في حياتك بتطير في الهوا، يبدأ تايلر ديردن يظهر في المشهد. الراوي بيرجع من السفر يتصدم إن شقته الفخمة اللي صرف عليها كل شقاه كل ده اتفرتك بالكامل، وكل العفش والكتالوجات طارت في الشارع. في لحظة الضياع دي ما بيلاقيش قدامه غير رقم واحد بس، واحد اتعرف عليه في الطيارة بالصدفة. الواحد ده هو تايلر داردن. يقعدوا مع بعض في بار ضلمة، الراوي يقعد يعيط ويتحسر على العفش والأجهزة والتحف اللي ضاعت، وهنا تايلر يديله أول قلم يفوقه بجملته المشهورة: تغور الحاجات دي، الحاجات اللي بتمتلكها بتنتهي بإن هي اللي بتمتلكك وتستعبدك. تايلر مش مجرد صاحب جديد ظهر في حياة الراوي وخلاص، تايلر هو الصورة الوردية المثالية اللي الراوي، وكل واحد فينا بالمناسبة، بيتمنى يكونها في السر. الراوي خجول، خايف من ظله، مسجون في القميص والكرافتة. تايلر بقى العكس تماما، تايلر صايع، واثق في نفسه، كاريزمته تدمر المكان، بيلبس الجاكيت الجلد الأحمر والنضارة الفاقعة، تحسه جاي من الأفريقي، وما بيتهزش لأي حد فينا. حتى شغل التايلر بالمناسبة فيها حركة صياعة ورمزية مرعبة. الراجل بيشتغل في شغلانتين بالليل وبالنهار، واحدة منهم إنه بياخد الدهون اللي شفطوها من جسم الأغنياء في عمليات التجميل ويعيد تدويرها ويصنع منها صابون فاخر، يروح يبيعه لنفس الأغنياء دول ب20 دولار للصابونة.
تايلر بيبيع لهم قذرتهم تاني وبيضحك عليهم. الراوي بيروح يعيش مع تايلر في بيت قديم مكركب ومتدمر، بيت بيخر ميه من السقف ما فيهوش اي رفاهيه. بس العجيب ان الراوي بدأ يحس بالراحه النفسيه اخيرا، اكتر من شقته الفخمه. وفي لقطه غريبه ومفاجاه خارجه بره اي منطق، وهم خارجين من البار بالليل في شارع فاضي وضلمه، تايلر بيبص للراوي وبكل بساطه وروقان يقول له اعمل لي خدمه بسيطه بس، اضربني باقوى ما عندك. الطلب ده ما كانش مجرد جنان سينمائي، ده كان كسر لكل القواعد اللي المجتمع زرعها في دماغ الراوي من صغره. ما تضربش، ما تغلطش، عيش مؤدب، امشي جنب الحيط. تايلر بيكسر الحيطه دي ببوكس في الوش. اول ما الراوي بيهبط تايلر البوكس الاولاني وبيستقبل ضربه زيها في وشه، بتحصل المعجزه لاول مره من سنين. الراوي بيحس انه بني ادم صاحي بجد، الادرينالين بيجري في عروقه، الوجع الصريح بيصحي شعوره الحقيقي، وبيكتشفوا هما الاتنين ان ضربة بوكس في الشارع ارحم مليون مرة من الموت البطيء ورا المكاتب. البوكس اللي ورا البار ده ما كانش النهاية، ده كان مجرد الشرارة اللي ولعت في باقي الفيلم. كل أسبوع نفس المكان في الشارع الفاضي بالليل، العدد عمال يزيد، شباب من كل حتة، موظفين شركات، عمال دليفري، طباخين، مهندسين، ناس جاية بطاقتها المكبوتة وبخنقة أسابيع من الروتين، لحد ما الفكرة كبرت ونزلوا تحت الأرض وأسسوا نادي القتال فايت كلاب. تايلر بيحط القواعد الشهيرة للنادي، القواعد اللي الحيطة بتاعتها اتحفرت في ذاكرة السينما، وأول قاعدتين فيهم هما نفس الكلمة. القاعدة الأولى لنادي القتال هي إنك ما بتتكلمش عن نادي القتال، القاعدة التانية هي إنك ما بتتكلمش عن نادي القتال. ليه السرية دي؟ لأن النادي ما كانش مجرد مكان للصياعة أو البلطجة، النادي كان معبد سري للهروب من قرف العالم الخارجي، مكان بتقلق فيه القناع اللي المجتمع أجبرك تلبسه كل يوم. هنا مالكش اسم، مالكش شغلانة، مالكش ماركة جزمة لابسها، انت هنا مجرد بني آدم بجسمه وغريزته بس. اللي يشوف مشاهد الضرب والدم في النادي يفتكرهم مجانين، بس الحقيقة العميقة اللي الفيلم بيطرحها إن الدم والوجع كانوا العلاج النفسي. الشباب دول عايشين في مجتمع دمر مشاعرهم، مجتمع بقى يخليهم يحس إن الرجولة والتحدي والشغف حاجات ملهاش قيمة. فلما يدخلوا البدروم ويحسوا بلزعة البوكس في وشهم ويشوفوا الدم بعينيهم في كل حتة، بيفوقوا. الوجع الحقيقي هو الحاجة الوحيدة اللي بتفكهم من الوجع المزيف بتاع الروتين والحياة اليومية. الراوي نفسه حياته بتتقلب 180 درجة، الأرق اللي كان قتله بيمشي، وشه جروح، عينيه متورمة، بس بيصحى كل يوم الصبح في شغلانته وهو مبتسم ورايق، لأن عارف إن في عالم تاني تحت الأرض بس بيمارس فيه حريته المطلقة. بس السؤال المهم اللي يطرح نفسه هنا، ليه الناس والجمهور عشقوا الفكرة دي بالذات؟ ليه مشهد شباب بيكسروا عظم بعض تحت الأرض اتحول لرمز أيقوني لجيل كامل؟ السر هنا في كلمة واحدة: التفريغ. إحنا عايشين في عالم بيكتم جواه طاقة الغضب كل يوم. تنزل الشغل مديرك يضغط عليك، المواصلات تدمر طاقتك، النظام والمجتمع يقولك ابتسم خليك كيوت إياك تظهر غضبك. العالم بقى بيجبرك تدفن غريزتك التنافسية ورغبتك في الدفاع عن نفسك، لحد ما بتبقى مجرد كائن أليف مسالم ميت من جوه. نادي القتال بقى بالنسبة للناس هو المكان الوحيد اللي مسموح فيه إنك تصرخ وتضرب وتفرغ كل الشحنة والغل اللي جواك من غير ما حد يحاكمك ولا يقولك أنت بتعمل إيه. الجمهور حب اللقطة دي لأنها لمست حلم عند كل بني آدم مطحون، حلم الحرية المطلقة من نظرة المجتمع. مفيش هناك يا فندم، مفيش تقييم أداء، مفيش تقارير ولا إيميلات. أول ما تدخل الدايرة بتبقى أنت وأخوك البني آدم عريانين من كل ألقابكم ومن كل مناصبكم. الوجع في النادي بيبقى حقيقي مش مزيف زي الوجع اللي بنعيشه كل يوم في البيوت أو المكاتب. عشان كده أول ما الراوي وبقية الشباب بيخرجوا من البدروم الفجر وشوشهم دم، ما بيكونوش مكسورين، بالعكس بيحسوا بسلام نفسي رهيب. تحس إن روحهم اتغسلت بنضافة ورجعوا الحياة تاني بعد ما كانوا مجرد أشباح بتتحرك الصبح. تايلر بالمناسبة ما كانش مجرد فتوة غاوي خناقات مثلا وتكسير عظم، تايلر كان فيلسوف بيبني جيش. النادي ما كانش محتاج بس دم وعرق، كان محتاج عقيدة. وفي مشهد محفور في ذاكرة السينما، تايلر بيقف وسط الرجالة تحت الأرض ويديهم المونولوج اللي لخص عقدة جيل بحاله. واقف في البدروم وسط رجالة قلعة ومصانها مستنية خناقة جديدة، بس تايلر المرة دي ما اداش إشارة البدء، وقف يبص في عينين كل واحد وقال الخطبة اللي هزتنا كلنا: أنا شايف هنا أقوى وأذكى رجالة عاشوا على الأرض، طاقة جبارة ضايعة، بنزين بيتحرق في الفراغ، محطوطين في شغلانات بنكنس فيها البلاط، بنقدم فيها أكل، أو محبوسين ورا مكاتب بنلبس قمصان وكرافتات. الإعلانات سحلتنا جننتنا بإننا نشتغل عشان نشتري هدوم وعربيات إحنا مش محتاجينها أصلا. إحنا الجيل الأوسط في التاريخ، ملناش مكان ولا قضية،
ملناش حرب عالمية نتحارب فيها ولا أزمة اقتصادية تكسر عضمنا. حربنا الكبيرة هي حرب نفسية جوانا، أزمتنا الوجودية هي حياتنا نفسها. التلفزيون أكل دماغنا وخلانا نصدق إننا في يوم من الأيام هنبقى مليارديرات أو نجوم سينما أو أبطال روك، بس دي كذبة كبيرة، وإحنا لما بدأنا نفوق على الحقيقة بس بالبطء، وعشان كده إحنا محروقين ومغلولين ومتعفرتين من جوانا. تايلر هنا بيمسك المشرط ويفتح الجرح بتاع جيل كامل اتربى على الشعارات المزيفة بتاعة ذاكر عشان تبقى دكتور، اشتغل عشان تبقى ناجح، اشتري عشان الناس تحترمك. هو بيصرخ في وش كل واحد واقف في البدروم ويقول له: انت مش شغلانتك اللي بتشتغلها، انت مش كارت الفيزا اللي في جيبك، انت مش ماركة العربية اللي سايقها ولا محفظتك ولا هدومك، انت مش عفش بيتك ولا الماركة اللي لابسها. الكلام ده نزع على رجالة النادي زي المايه السخنة في التلج. فهمهم ان الغل اللي جواهم مش عشان هم فاشلين، الغل ده لان النظام ضحك عليهم وباع لهم حلم مزيف. والنادي بقى هو المكان الوحيد اللي هيقدروا يهدوا فيه الحلم ده ويعيدوا تعريف نفسهم من جديد. بعد ما تايلر زرع العقيدة دي في دماغ رجالة النادي كلهم، كان لازم ياخد الراوي في اختبار الموت الحقيقي، الاختبار اللي هيخليه يطبق الفلسفة دي ما تبقاش مجرد كلام. في ليلة مطرة وكلها ضلمة، تايلر سايق العربية بالليل بسرعة جنونية وقاعد جنبه الراوي بيموت من الخوف، وفجأة بدون أي مقدمات تايلر بيسيب الدريكسيون خالص ويشيل إيده في الهواء. الراوي طبعا بيترعب ويصرخ وبيتوسل له زي العيل الصغير: امسك الدريكسيون هنعمل حادثة ونموت. بس تايلر يبص له بابتسامة صايعة ورايقة جدا ويقول له: بطل تحاول تسيطر على كل حاجة في حياتك، سيب نفسك خالص. تايلر هنا بيمارس تجربة نفسية قاسية اسمها التسليم المطلق. هو بيفهم الراوي إن سر عذابه وأرقه والخوف اللي كاتم على نفسه طوال سنين هو محاولته المستميتة إن هو يسيطر على كل تفصيلة في حياته: شغله، شقته، عفشه، ومستقبله. تايلر بيصرخ فيه وسط الرعب ده وبيقول له: مش هتدوق طعم الحرية الحقيقية غير لما تقبل فكرة إنك ممكن تموت في أي لحظة، من الآخر غير لما تتخلى عن وهم الأمان. وفي اللحظة اللي الراوي بيستسلم فيها للقدر وبيغمض عينيه ويسيب إيديه، العربية تتقلب بيهم وتتشقلب في الهواء وبتتفرتك. والغريب والجميل في المشهد إنهم بيطلعوا من العربية دي زاحفين على الأرض، وشهم مليان دم، بس بيضحكوا من قلبهم. لأول مرة الراوي بيحس إنه مش خايف من الموت، ولما الخوف من الموت يروح ساعتها نقدر نقول وصلنا للحرية المطلقة. العالم اللي عمال يبنيه تايلر والراوي ده ما كانش ناقصه غير عنصر واحد بس عشان يتشقلب. العنصر ده طبعا مارلا. مارلا سينجر. مارلا مش مجرد شخصية ثانوية في الفيلم، مارلا هي المراية التانية للراوي. شخصية ضايعة متمردة عايشة على الهامش برضه، بتروح نفس جلسات الدعم النفسي عشان بس تحس بوجودها وتسرق اهتمام ببلاش. أول ما الراوي بيشوفها في الجلسات هو بيكرهها. عارف ليه؟ لأنها بتفكره بحقيقته مزيفة. وجودها بيبوظ عليه حارة المخدرات اللي كان بياخدها من العياط والمشاعر المسروقة. يقوموا يقسموا الجلسات بينهم زي الحرامية: ما انتي تاخدي سرطان الثدي وانا اخد امراض العضلات. بس الدستور ده ما بيدومش كتير. المفاجأة بقى للراوي بتحصل لما مارلا بتدخل بيته القديم اللي عايش فيه مع تايلر، وفجأة الراوي يكتشف إن في علاقة سرية ومعقدة بدأت تنشأ بين تايلر ومارلا من وراه. هنا الفيلم بياخدنا لزاوية نفسية مرعبة جدا. الراوي بيبدأ يحس بالغيرة واللخبطة. غيرة انت مش فاهم مصدرها، هل هو غيران من تايلر لأنه خد مارلا، ولا غيران من مارلا لأنها أخدت اهتمام تايلر منه؟ مارلا بتتحول للغم جوه العقل الباطن للراوي. هي الوحيدة اللي شايفاه على حقيقته، وهي الوحيدة اللي بتكتشف التناقض الرهيب اللي عايش فيه تايلر والراوي، وبتكون السبب الأساسي اللي هيخلي الأحداث بعد كده تولع، من مجرد خناقات تحت الأرض لحركة تطرف وتدمير شامل. بنوصل بقى للحظة اللي تايلر بيتكشر فيها عن أنيابه بشكل مرعب. الفيلم بياخد تحول مظلم جدا. النادي خلاص ما بيعجبش تايلر، طموحه التخبيط والبوكسات تحت الأرض ما بقتش كفاية. تايلر عايز يحول الشباب دول من مجرد ناس متمردة على الروتين لجيش سري منسق اسمه مشروع الخراب. البيت القديم بيتحول لسكن عسكرية. الشباب بيحلقوا شعرهم زيرو، بيلبسوا اسود في اسود، بيلغوا اسمائهم وشخصيتهم تماما. القواعد بتتغير. في مشروع الخراب انت مالكش اسم، انت مالكش اسئلة، انت مجرد أداة في ايد الفكرة. وهنا الفيلم بيلعب على مفارقة صايعة برضه وتخوف. تايلر اللي كان بيصرخ فيهم ويقول لهم انتوا مش عبيد الشركات والكتالوجات، هو نفسه حولهم عبيد لتنظيمه هو. هربوا من عبودية الرأسمالية عشان يقعوا في عبودية الفوضى. يبدأوا ينفذوا عمليات تخريب للمجتمع، يدمروا مجسمات الماركات، يخربوا أجهزة الكمبيوتر في بنوك الاستثمار، يرعبوا رجال الأعمال، لحد ما بتحصل المأساة: يموت صاحبهم روبرت بولسون بطلقة في دماغه وهو بينفذ عملية.
ولما جثته ترجع البيت الرجالة بتقف حواليه وتردد. في الموت بس البني آدم في مشروع الخراب بياخد اسمه روبرت بولسون. الراوي يقف مرعوب ومذهول، يكتشف إن الوحش اللي هو وتايلر خلقوه خرج بره السيطرة تماما. الفكرة بقت أقوى من صحابها، وبقى في جيش جاهز ممكن يهد المدينة باللي فيها عشان ينفذ مخطط تايلر الأخير: مسح ديون العالم وتفجير بنوك الائتمان. وأخيرا وصلنا للحظة اللي السينما اتغيرت بعدها وما رجعتش زي الأول، لحظة الصدمة الكبرى. الراوي بيحاول يوقف القنبلة اللي تايلر زرعها، يجري في كل مدينة ويدور عليه، بس كل ما يدخل مكان يسمع الجملة اللي بتنشف دمه: أهلا يا أستاذ تايلر، وأمورنا يا سيد تايلر. وفي أوضة أوتيل ضلمة بيقعد قدام المراية، وفجأة تايلر بيظهر له، وتطلع الحياة المرعبة اللي كانت استجماية طول الفيلم. تايلر داردن ملوش وجود، تايلر مش شخص تاني، تايلر هو الراوي نفسه. تايلر هو العقل الباطن، هو الهلوسة اللي جات من الأرق، هو النسخة الشرسة والجريئة اللي الراوي اتمنى نفسه يكون فيها عشان يهرب من ضعفه والقرف اللي عايش فيه. كل بوكس، كل خبطة، كل عمل تخريبي، كل كلمة اتقالت الراوي هو اللي عملها بإيديه وهو غايب عن الوعي. الراوي اكتشف إن الوحش اللي خلقه جوه دماغه بقى مستحيل السيطرة عليه، ومفيش طريقة لقتله غير إنه يقتل نفسه. يمسك المسدس يحطه في بقه ويضرب النار، يطير تايلر من دماغه، ويفضل الراوي عايش بعاهة بسيطة في خده. بيفوق من الغيبوبة، ولكن بعد إيه؟ بعد ما الفكرة خلاص كملت وخارجة بره التحكم. يقف الراوي ماسك إيد مارلا سينجر في الشباك، ويبصوا سوا من الدور العالي على ناطحات السحاب وبنوك الائتمان وهي بتتفرتك وبتنهار واحدة ورا التانية قدام عينيهم، في لحظة سكوت متوحشة وجميلة للنظام الرأسمالي كله. الفيلم بينتهي وتايلر بيقول لمارلا جملة أسطورية: انت قابلتيني في فترة غريبة شوية من حياتي. ويسيبك الفيلم وانت قاعد مذهول بتسأل نفسك: هل تايلر داردن كان مجنون شرير، ولا كان الدواء اللي العالم محتاجه عشان يفوق من الغيبوبة؟ في النهاية برنس فايت كلاب مش مجرد فيلم عن اتنين بيلعبوا بوكس تحت الأرض، ده صرخة في وش العصر الحديث كله، مراية بتوريك قد ايه احنا محبوسين في كبسولة الاستهلاك. المهم دلوقتي لو عجبك التحليل ده واخدك في رحلة جوه دماغ تايلر داردن، ما تنساش لايك شير سبسكرايب، ادعي لنا ربنا يحمينا من الكوبي رايت. واشوفكم في حلقة جاية يا رجالة، سلام.